ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده عملت بسكوت حلو قوي لشرب الشاي الفطور الصبح. عملته كمان في 10 دقايق. عايزه اقول لكم مقادير بسيطه وحاجات موجوده عندك في كل بيت، يعني حاجه مش مكلفه خالص، جميله قوي. بصوا، ده كمان عملنا اللون الاصفر واللون الابيض، يعني عملنا الطري وعملنا المقرمش منه. يلا حبايبي قلبي نشوف المقادير مع بعض. هنا اول حاجه معايا طبعا كوباية سمنة تكون بدرجة حرارة الغرفة، كوباية سكر بودر، 2 بيضة، كيس فانيليا، وكيس كيك شيف. والفانيليا بأي طعم انت بتحبيه. طبعا هنا عندنا حليب والدقيق. الحليب ده هناخد منه بالظبط ربع كوباية. تمام. هنا هنقول مقادير مع بعض برضو تاني. هنا عندك بولة وهنفضي السمنة، اي نوع سمنة بتفضليه انتي. طبعا انا عملت بالفانيليا بتاعت البرتقال. لو انت عايزه البسكوت بتاعك بطعم البرتقال هتعملي زي ما انا عملت كده بالفانيليا بالبرتقال. تمام. ولكن انت لو عايزه تستعملي اي فانيليا تانية سايله او بودرة تانية عادي، دي براحتك، حاجه ترجع لك انت. بصوا هنا ضفت السكر على السمنه، سكر بودر، ده مطحون يعني جاهز، جايباه من السوبر ماركت. بصوا هضرب كويس جدا، طبعا بمضرب يدوي، يعني الحاجة سهلة خالص، يعني بدون أي مضرب كهرباء. هضرب كويس جدا طبعا لحد ما القوام يفتح معايا بالشكل ده. حط اللايك يا قمر. تمام، هضربها كويس لحد ما السكر يدوب طبعا والسمنة تفتح معايا. بعد كده هضيف أول بيضة، وهحط نص الفانيليا طبعا بالبرتقال. عايزه اقول لكم الفانيليا دي جميله قوي. وهضرب كده لحد البيضة ما تختفي. بعد كده هضيف البيضة التانية. كده خلاص اختفت البيضة، هضيف البيضة التانية، وهضيف نص الفانيليا، نص الكيس التاني، وهضرب برضو لحد ما تختفي. تمام كده. خلاص كده بعد ما تختفي البيضة كده خلاص. هضيف طبعا الكيك شيف. طبعا عفوا رحت اجيب حاجة. الكيك شيف ده هناخد منه معلقتين صغيرة، يكون ممسوح. هنشوف دلوقتي قدامنا كل حاجة. تمام كده. بصوا، ادي اول معلقة، وادي تاني معلقة ممسوحة، معلقة صغيرة ممسوحة. يبقى كده معلقتين صغيرين ممسوحين كيك شيف. وهضيف الدقيق من فوق. طبعا لازم رشة الملح، بس اللقطة دي انا متصورة. وانا ضفت كده كوبايتين، وهضيف ربع كوب حليب. والحليب ده على فكرة حليب بودر، بس انا عاملاه بمية دافية. يعني اي حاجة ممكن تعمليها بمية عادي لو مش موجودة عندك الحليب، براحتك يعني، متقفيش على اي حاجة. بصوا بقى عجن البسكوت بكل هدوء جدا، يدوب كده على طراطيف صوابعك. صوابعك ما تبقاش مقفولة، لا تبقى كده مفتوحة. انتوا بتاكلي. بصوا كده.
تمام حبايب قلبي، بصوا العجن يكون بالراحة عشان ده بسكوت طبعا مش اي عجين، يعني زي الفطير وزي الاقراص لا. عجينة البسكوت معروفة، يدوبك بسيط كده. حط معلقة دقيق برضو تاني لحد ما يختفي. بصوا بقى، اول ما ايدك تفلت من العجينة كده والعجينة تكون طرية ومش بتلزق، يبقى كده العجينة كويسة معاكي. طبعا انا هختبرها. بصوا كده خلاص مش بتلزق طبعا. كده خلاص اغطيها واركنها نص ساعة في التلاجة. هشيلها في التلاجة نص ساعة وارجع لكم تاني. بعد نص ساعة طبعا طلعتها، وصينية من غير ما تكون مدهونة اي حاجة، عشان البسكوت بتاعنا طبعا فيه سمنة، فالصينية مش مدهونة اي حاجة. طبعا في الوقت ده انا شغلت الفرن عشان لازم الفرن تكون سخنة قبل ما تدخلي البسكوت. تمام. طبعا بصوا بتلفيها كورة كده، دواير كورة. طبعا لو انت عندك طباعة تمام، ما عندكيش طباعة هنشوف برضو تعمليها من غير طباعة بكل سهولة. طبعا البسكوت ده جميل قوي، وعشر دقايق يعني. بصوا حاجة جميلة قوي وخفيفة جدا وبتدوب دوب في البق، وتنفع في الرحلات، تنفع في اي مناسبات انت مسافرة يعني، هتاخدي وقت مصيف. حلوة قوي، تاخديها كده في علبة وتفطروا مع كوباية شاي، مع كوباية نسكافيه، مع كوباية شاي حليب بشاي، شاي بحليب، اي حاجة. ممكن برضو في ناس بيشربوا قهوة بالحليب، فعادي يعني. حلو قوي قوي البسكوت ده، طعمه جميل، هيعجبكم او جربوا. طبعا انا هشكل باقي الصينية كلها كده، وطبعا انت عايزاها الكورة صغيرة ووسط براحتك. انا عاملة كبيرة وعاملة صغيرة، بس انا بفضل الصغيرة احلى يعني، شيك وحلو. تمام كده، خلاص كده قربت اخلص. طبعا كلنا عارفين الدواير دي عشان ايدي هي مكانتش ظاهرة، بس مفيش مشكلة. بصوا بقى الطباعة دي لو مش عندك برضه هوريكي في اخر بسكوتين هعملهم ازاي. وعايزة اقولك كمان من غير الطباعة هيطلع احلى من الطباعة، وهتشوفي دلوقتي. بصوا بقى الصينية التانية دي، طبعا الصينية دي الأولانية دخلتها الفرن، هعمل التانية وهخلي بسكوتين كده هعملهم من غير طباعة زي ما قلنا، هعلمهم بالسكينة اهو. بصوا عفوا طبعا ايدي مكانتش واضحة. بصوا بس اهو بالسكينة كده هتغرزيها. تمام. عايزة اقولك جميلة قوي كمان، طلعت احلى من اللي من غير طباعة. يعني انا في حباية كتار عملتهم بالسكينة طلعت جميلة قوي. بصوا الرسمة ولا اتغيرت ولا اي حاجة. بصوا بعد ما خرج طبعا من الفرن، عايزة اقول لكم جميل قوي ده بالطباعة اللي هو مش ظاهر قوي. بصوا ده بقى اهو بالسكينة، ايه رأيكم بقى؟ جميل قوي قوي. وعايزة اقول لكم حاجة جميلة قوي قوي، ولادكم هيفرحوا طبعا بالبسكوت بالبرتقال. تمام. بصوا دي طرية وهشة جدا اللي هو اللون الابيض، ولكن انت لو عايزة طبعا هو الاصفر والمقرمش اعملي كده واعملي كده، واللي يريحك اعملي. الاتنين اجمل من بعض طبعا. بصوا يعني حاجة دوبان كده. ايه رأيكم بقى؟ ان عجبكم الفيديو حبايب قلبي اضغطوا لي لايك وتفعيل زر الجرس، واللي ما اشتركش في قناة ام كراس اشترك. ده كان فيديو النهاردة بتاعنا، حاجة بسيطة قوي وجميلة قوي.